امبارح عملت فيديو بناشد فيه وزير السياحة انه ينتبه لظاهرة بدأت تتفشى، والظاهرة دي يعني ضد القانون اولا، وضد ربما مصلحة بلدنا الجميلة ومهنتنا الجميلة. انا هشرح لكم باختصار. المرشد السياحي بيبقى دارس وعنده من العلم والوعي والثقافة والخوف على البلد ما يؤهله انه يبقى ماسك المايك وبيكلم الاجانب. في وقت من الاوقات كان في حاجه اسمها اللغات النادره. اللغات النادره يعني ايه؟ يعني مثلا انا هيجي لي زباين من بلغاريا، هيجي لي اجانب من تركيا، من الصين، من اي دوله. عدد المرشدين في مصر مش مكفيين عدد المرشدين اللي بيتكلموا اللغه دي، فكنا بنلجا لحاجه اسمها التور ليدر الاجنبي. التور ليدر بينزل مع المجموعه، بينزل مع المجموعه بتاعته من بلده، وهو بيتكلم مثلا لغه انجليزيه، فبننزل له مرشد بيتكلم بيشرح بالانجليزيه والتور ليدر ده يترجم. ده كان معمول بيه وقانوني، وكان فيه نوع من الرقابه وتصرف تماما مقبول. يعني اللي حاصل مؤخرا واللي احنا دلوقتي بنطالب بالتصدي ليه هو انه لا، التور ليدر ده لا، بينزل من نفسه بدون مرشد، بدون الرقابه مع المجموعه، وبيشرح هو بيشرح بدون اي فهم مننا احنا هو بيشرح ايه. وطبعا احنا عندنا قلق وعندنا تحفظ، لانه ممكن يكون افكاره ضدي انا، افكاره ضدي بلدي، ايديولوجياته مختلفه، جاي من دوله ليها انتماءات مختلفه. ده موجود وده حاصل وده رصدناه بالفعل. فمفروض ومطلوب نوع من الرقابه، مطلوب بس ان نرجع المرشد السياحي لمكانه الطبيعي، يشتغل. لو اللغه نادره ننزل المرشد معاه ويبقى في انضباط، لانه بيسئنا جدا ان احنا نشوف المرشد مثلا الصيني ولا الكوري ماسك هو المايك في المتحف وبيشرح. ده ضد القانون، وده حاجه بنشوفها وبقت كتيره. وبقى كمان احنا فيما بيننا بنتكلم في اننا عاوزين نعمل انضباط، فنروح نقول له حضرتك معاك تصريح ترجمه، حضرتك معاك مرشد مصري مسؤول عن المجموعه دي. فاحيانا بيكون الرد فيه نوع من يعني الاجريشن في الرد، وبيبقى فيه عنف. فطبعا هو مش مطلوب مننا نعمل ده، والمفروض في جهات رقابيه تراقب على ده وتخلي المرشد السياحي ينزل يشتغل بدون ما يبقى متوتر. احنا بننزل بجد بيبقى في ظواهر كتير حوالينا بتحتاج وقفه، فاحنا بنطالب بهذه الوقفه.